الولادة الطبيعية بدون ألم. اتكلمنا قبل كده عن الولادة القيصرية بدون ألم، وعرفنا الطرق اللي هي بتضيع الألم الحقيقية في الولادة القيصرية اللي هو النيرف بلوك أو التاب بلوك. الولادة الطبيعية بدون ألم في الحقيقة الموضوع مختلف شوية. أنا عايز أقول لكم إن لحد النهاردة في حالات كتير قوي عندي في العيادة مش مصدقين إن في حاجة اسمها ولادة طبيعية بدون ألم، وبيتفاجئوا إن هم ولدوا طبيعي فعلا من غير ألم نهائي بعد ما بنخلص. وبيبقى المفاجأة أكبر لما البيبي بيبقى معاهم وهم بقالهم مثلا 10 ساعات شغال عليهم طلق وهم مش حاسين بأي حاجة. طب الولادة الطبيعية بدون ألم ببساطة هي تخدير طبقة من طبقات الظهر يعني أو الحبل الشوكي، اللي هي الطبقة اللي بنسميها أو اللي بيعرف باسم الإبيديورال أنستيزيا. تمام، احنا ببساطة شديدة بنركب الإبيديورال دوت وقت معين، والإبيديورال ده بيضيع تماما الإحساس بالطلق أثناء الولادة، والست وهي بتولد بتبقاش حاسة بأي حاجة، وبعد ما بيخلص الولادة بنشيل الحقنة اللي كانت موجودة، وبالتالي ما يبقاش فيه أي إحساس بالألم. طيب ايه بقى فكرة ان في ست يشتغل معاها الابيديورال وست تانية ما يشتغلش معاها الابيديورال، واللي اشتغل معاها الابيديورال قلبت قيصرية واللي ما اشتغلش معاها يعني الموضوع شائك شوية. في الحقيقة الولادة الطبيعية بدون ألم ليها فكرتين أساسيتين. أول حاجة إن لازم يكون السيدة اللي هتولد طبيعي دي تم تقييمها بشكل كويس جدا إنها ممكن تولد طبيعي فعلا. بمعنى إيه؟ بمعنى إن ما يكونش هناك مانع للولادة الطبيعية وأنا أصر أو هي تصر على إنها تولد ولادة طبيعية. في موانع ما ينفعش إن إحنا نختلف فيها، أنا أو غيري أو دكتور في إنجلترا زي دكتور في أمريكا زي دكتور في مصر. ما ينفعش ان احنا نقول مثلا ان الولاده الطبيعيه تنفع لست حامل في 3 توائم واول توأم وضعه رجليه تحت وراسه فوق. ما ينفعش نقول ان ست تولد ولاده طبيعيه وعندها ورم ليفي مثلا في عنق الرحم حجمه 15 سم. ما ينفعش نقول ان في ست تولد ولاده طبيعيه وهي والده ولاده قيصريه وحصل لها انفجار في الرحم مره قبل كده. وبالتالي هناك موانع لا يتم معاها الولاده الطبيعيه. اذا اختيار الولاده الطبيعيه أو قرار الولادة الطبيعية لازم يتخذ بشكل حكيم جدا من الدكتور في وقت معين، ويقول احنا خلاص يا جماعة انت ممكن تولدي ولادة طبيعية. بعد ما بناخد قرار الولادة الطبيعية وبندخل في مراحل الولادة، في نقطة مهمة جدا بتحدد نسبة نجاح الإبيديورال ده هيشتغل كويس ولا لا، والحالة ممكن تقلب قيصرية معاه ولا لا. الموضوع بيعتمد بنسبة كبيرة جدا على توقيت اللي انا اديت فيه الابيديورال انستيزيا. يعني في مدارس في الموضوع دوت، في ناس بتحب تبدا الابيديورال مع اول لحظه من لحظات الطلق، وفي ناس بتحب تستنى شويه وبعد كده تبدا تدي الابيديورال بحيث يكون وضع الولاده سريع. وانا بصراحه بفضل النوع الثاني علشان التاخير اللي ممكن الابيديورال انستيزيا تسببه ممكن فعلا يدخلنا في مشكله تانية، ان البيبي ده يتعب شويه اثناء الولاده، او ان السكند ستيج اوف ليبر ان البيبي بعد ما بينزل خلاص والرحم يفتح تماما ما بيتحركش كويس جوه المهبل عشان يخرج، فبيطول السكند ستيج اوف ليبر او الحاجات اللي شبه كده. وبالتالي التوقيت اللي انا حدي فيه الابيديورال ده توقيت مهم جدا. الحاجه الثانيه هو الطريقه او المهاره بتاع دكتور التخدير اللي بيدي الابيديورال. يعني في دكاتره التخدير شطار جدا، واحنا يمكن عندنا في مصر دكاتره التخدير هايلين جدا بامانه من كتر الحالات اللي موجوده، ونسبه نجاح الابيديورال بتاعنا تقريبا توصل 90% يعني. فالمهاره بتاعت الابيديورال دي مهمه جدا في ازاي ان انا اتحكم في الالم طول فتره الولاده. الولادة الطبيعية بدون ألم ولادة كويسة جدا، بشرط ان احنا نكون مختارين في الأول ان احنا نقول طبيعي ولا قيصري بشكل علمي ومنظم من حد فاهم، ويكون الست عندها استعداد انها تاخد محاولة الولادة الطبيعية. شكرا.